شخصية تعتبر من أهم وأعظم الشخصيات اللي ظهرت في تاريخ الطب، وهو أكيد موسوعة علمية متحركة زيه زي كل العلماء اللي اتكلمنا عنهم في البرنامج ده، وده لأنه ألف كتب كتير جدا في مجالات مختلفة زي الكيمياء والرياضيات والفلسفة والصيدلة، غير الإرشادات الطبية اللي كان بيكتبها سواء للدكاترة أو لعامة الناس اللي كانوا بيعرفوا يستفيدوا منها برضه بسبب أسلوبه السهل والبسيط جدا. وكمان كان هو برضه أول واحد يقدر يستخدم الكيمياء في الطب ويسخرها لعلاج المرضى بعيدا بقى عن المشعوذين والخرافات اللي كانوا منتشرين في الزمن ده، واكتشف اكتشافات كتير جدا سجلها كلها في كتبه. وكلامنا ده كله طبعا عن أبو بكر محمد ابن زكريا وكنيته أبو بكر الرازي. أبو بكر الرازي شيخ الأطباء المسلمين اتولد سنة 251 هجريا اللي هي كانت بتوافق سنة 865 ميلاديا في مدينة اسمها مدينة الري موجودة في إيران في شرق العاصمة طهران، ودي اللي اتسمى بسببها لقبه أبو بكر الرازي نسبة للمدينة دي. وأبو بكر الرازي وهو صغير في بداية حياته كان بيحب الغنى والعزف على العود، لكن في يوم كده بالصدفة قابله شيخ كبير وقال له سيبك يا ابني من صنعة الغنى والعود والكلام الفاضي اللي انت بتعمله ده، لان في حاجات تانية في الدنيا اهم بكتير من الكلام ده، وقال له ان في ناس كتير بتعاني من الجهل والمرض والجوع والناس دي اولى ان هو يحاول يساعدهم. والشيخ ده برضه قال لابو بكر انت علامات الذكاء والموهبة كده باينة على وشك وواضح ان في حاجات كتير ممكن تطلع منك. وهنا ابو بكر كان مستغرب جدا من كلام الشيخ ده، لان هو ولا معاه فلوس ولا جاه ولا سلطة ولا اي حاجة يقدر يساعد بيها الناس دي. بس ساعتها بقى الشيخ ده قال له ان انت كل اللي عليك ان انت تقرا وتجتهد وتحط لنفسك خطة تمشي عليها، وسابه ومشي. فاللي حصل ساعتها ان ابو بكر الرازي فعلا اقتنع بكلام الشيخ ده وحس ان هو عنده حق في الكلام اللي قاله، واول ما رجع البيت راح مكسر العود بتاعه وقال لنفسه ان خلاص كده مفيش غنى تاني من النهارده. وقعد بعدها يلف على المكتبات وفضل يقرا ويقرا، واكتشف ساعتها ان القراءه هي امتع والذ شيء في الوجود، وكان بيحب قوي الشعور بتاع ان هو كل ما يقرا كتاب جديد معرفته تزيد اكتر فيحس ان هو اكتسب كده قوه اكبر، لحد ما اتجه بقى ان هو يقرا في الكتب العلميه وخاصه كتب الطب اللي كتبها اليونانيين والهنود وغيرهم زي أبقراط اللي كان معروف أصلا باسم أبو الطب وسقراط وأرسطو، وكمان كتب العالم جابر بن حيان اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت من مسلمين علموا العالم، لو انت ما كنتش شفتها هتظهر لك دلوقتي فوق هنا، واللي عرف منها طبعا كل حاجة عن علم الكيمياء. لحد ما قرر أبو بكر الرازي إن هو يجرب التجارب اللي هو بيقرأ عنها ويحول القراية بتاعته دي لممارسة على أرض الواقع، فبقى يقابل المرضى ويدور عليهم عشان يعالجهم، ويحاول يدور لكل واحد على العلاج المناسب ليه، وممكن كمان يخترع له علاج مخصوص ليه بناء على المعلومات اللي هو قرأ عنها قبل كده. وشغف الرازي في القرايه ما كانش بيخليه يكتفي بس ان هو يقرا كتب الطب، لكن كان بيحب يعرف معلومات عن كل مجالات العلوم، لحد ما بنى لنفسه معمل او مختبر كبير عشان يعمل فيه التجارب بتاعته، وكان دايما بيجرب المواد او العلاجات اللي بيخترعها على القرود، لحد ما بقى مشهور جدا بين الناس وبقى معاه فلوس كتير وكان بيتصدق بالفلوس دي على الفقراء، وهو بيفتكر كلام الشيخ اللي نصحه في بداية حياته ايام ما كان بيغني ويعزف على العود ويدعي له بالرحمة. بس للاسف بقى بسبب التجارب اللي كان بيعملها في المعمل بتاعه والابخره والمواد الكيميائيه اللي كانت بتتصاعد منها، الحاجات دي كلها كانت عماله تاذي عينيه، لكن هو كان منفض للموضوع ده خالص لان كل اهتمامه انه يعمل التجارب ويطلع منها بنتائج جديده، لحد ما للاسف جت عليه اللحظه اللي اتعمى فيها خالص وفقد بصره نهائي، لكنه ما كانش زعلان وكان مقتنع ان هي دي مشيئه ربنا وفضل مكمل زي ما هو. ولما وصل سنه بقى ل 40 سنه كان ابو بكر الرازي بقى اشهر طبيب في عصره، لدرجه ان الخليفه العباسي وقتها اللي هو المقتدر بالله جعفر بن المعتضد كلفه ان هو يبني مستشفى في مدينة بغداد اللي كانت عاصمة الخلافة وقتها. ساعتها الرازي قعد يفكر كتير ويستشير كده كل اللي حواليه على ايه انسب مكان في بغداد يبني فيه المستشفى دي، لحد ما وصل بقى الفكرة عبقرية خلت الخليفة نفسه مش مصدق المخ اللي هو بيتعامل معاه، وده عشان الفكرة دي كانت عبارة ان ابو بكر الرازي قعد يرمي حتت لحمة كده في اماكن متفرقة في بغداد، وساب حتت اللحمة دي كده زي ما هي، وجي بقى بعدها بفترة قعد يلف تاني على الاماكن اللي رمى فيها حتت اللحمة، لو لقى ان حتة اللحمة دي باظت بسرعة يبقى المكان ده ما يصلحش للمستشفى ولا لصحة المرضى، ولو لقى بقى ان حتة اللحمة دي استمرت كده فترة طويلة من غير ما تبوظ يبقى هو المنطقة دي نقي ومناسب جدا لمشروع المستشفى ده، لحد ما بالطريقة دي قدر يوصل لأحسن مكان يقدر يبني المستشفى فيه. والخليفة المقتدر بالله بقى كان عايز المستشفى دي تبقى أعظم مستشفى، فجاب لها أحسن البنائين والمهندسين، وكان أبو بكر الرازي هو المشرف عليها، وكان بيهتم جدا بالنظافة والنظام جوه المستشفى، وكان على طول بيوصي الدكاترة ان هم يبقوا حنينين مع المرضى. طبعا الدكتور ما كانش اسمه دكتور ساعتها، كان اسمه طبيب، بس انا بقول دكاترة كده حبيني يعني. وجوه المستشفى بقى كان برضه بيدي محاضرات للي شغالين فيها، وكان مهتم جدا ان هم يتعرفوا على تشريح الجسم، فعشان كده بقى كان دايما بيبعت يجيب قرود من زنجبار في افريقيا. ولو انت فاكر من شويه احنا قلنا ان ابو بكر
الرازي كان بيحب يعمل التجارب بتاعته على القرود، ويعمل عليها بقى التشريح او التجارب بتاعته قدام الطلبه والدكاتره اللي شغالين في المستشفى، ولو التجربه نجحت على الحيوان بعد كده يبقى يجربها على الانسان. اما الكتب اللي الفها الرازي بقى فخد عندك حدث ولا حرج، الحاوي في التداوي اللي كان اشهر موسوعه طبيه ظهرت للعالم واترجم للغات كتير جدا من العربي، وكتاب الجدري والحصبه اللي بين فيه لاول مره ايه الفرق بين الاتنين، وكتاب اسمه برق الساعه كان بيتكلم فيه عن الامراض اللي تقدر تعالجها في ساعه زمن واحده، او يعني كنايه عن سرعه العلاج، عشان يمنع بالكتاب ده الدكاتره اللي كانت بتقعد تماطل وتطول فتره العلاج مع المرضى عشان ياخدوا منهم فلوس اكتر. وكتاب اسمه من لا يحضره طبيب، وده كان كتاب كده فيه ارشادات طبيه عشان لو حد مسافر ياخده معاه، او لو حد مثلا في منطقه مفيش حواليه اي حد يعالجه. وكمان كتاب التدبير، وده اللي كان فيه طريقه تحضير المواد الكيميائيه اللي بيستخدمها وايه هي المواد اللازمه ليها. وكل الكتب دي بقى وغيرها اترجمت للغات تانية كتير غير العربي، زي اللغه اللاتينيه والفرنساوي والالماني عشان الاجانب يستفيدوا من المعلومات اللي فيها. وانجازاته طبعا ما كانتش بس عباره عن كتب، لكن الرازي كمان اخترع طريقه يقدر يعمل بيها خيوط من امعاء الحيوانات، وكان بيستخدم الخيوط دي في الخياطه في العمليات الجراحيه. وزي ما قلنا برضو ان الرازي كان هو اول واحد يقدر يستخدم الكيمياء في الطب ويحضر مواد كيميائيه يستخدمها لعلاج المرضى. وكان الرازي برضه هو أول واحد يقدر يحضر حمض الكبريتيك بطريقة تقطير كبريتات الحديد. وكفاية بقى إن أنا أقول لك إن جامعة زي جامعة برينستون الأمريكية محتفظة بكل مؤلفات أبو بكر الرازي في قاعة من أهم قاعاتها، وده بيوضح لك طبعا مكانته العلمية عاملة إزاي. الخلاصة بقى إن أبو بكر الرازي ساب لنا ثروة معرفية ضخمة جدا، عبارة عن حوالي 230 كتاب في الطب والصيدلة والكيمياء والفلسفة والرياضيات. وكان ماشي بقى بمبدأ في حياته واضح جدا ان الوقت هو اعظم منح ربنا على الانسان، ووقتك لو ما شغلتوش باللي يفيد هو هيشغلك بما لا يفيد. وبس كده في اللحظة دي اقدر اقول لك ان كل الكلام اللي كنت محضره عن ابو بكر الرازي شيخ الاطباء المسلمين خلص خلاص. بس علماء المسلمين اللي علموا العالم لسه ما خلصوش، ورمضان لسه طويل معانا والسلسلة مكملة. فلو الفيديو ده بقى عجبك وعايز تشوف الفيديوهات اللي جايه عرفني ده من خلال ان انت تدوس لايك وتنزل تشترك في القناه من تحت الفيديو لو ما كنتش مشترك. وعلى فكره لو عندك عالم عايزني اعمل عنه حلقه ابقى سيبهولي في الكومنتات. واخر حاجه خالص بقى هقولها لك، معلش حاجه صغيره قد كده، عارف اني تقلت عليك، بس لو كنت اول مره تشوفني خش كده خد لك لفه في باقي الفيديوهات اللي موجوده على القناه، وان شاء الله باذن الله هتعجبك. وبس كده، سلام.